السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. وحشتونا يا أبطال، غيبة طويلة ومعلش اعذرونا. إن شاء الله مش هنغيب تاني، وإن شاء الله في حلقات قوية مستنياكم. أهم حاجة متابعة الفيديوهات الجديدة والسؤال دايما. أنا بشكر كل اللي سأل عليا الفترة اللي فاتت، ربنا ما يحرمني منكم أبدا. وقبل ما نبدأ في حلقة النهاردة أو الدرس النهاردة اللي أنا جايبه لكم، يا ريت نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة وتدعمنا بلايك وتعمل كومنت للفيديو كالعادة. وبدون كلام كتير تعالى اوري لك الحلقة الجديدة. ده التصميم اللي احنا هنعمله النهاردة زي طلبات حضراتكم. قلتولي عايزين تصميم من الطبيعة شوية، خارج تصميمات الاعلانات او تصميمات السوشيال ميديا. وده جبته لكم النهارده، يعتبر حاجه مختلفه شويتين، في تريكات حلوه واسرار جميله هنتعلمها النهارده. ودي الصور هسيبها لكم تحت في الوصف، يا ريت تحملوها وتطبقوا معايا واحده واحده واول باول. يلا بينا على طول من غير كلام كتير، يلا نفتح الفوتوشوب زي ما اتعودنا. هنفتح هنا نيو، ونيجي هنا على تصميم هنفتح 2000 في 2500، وريزوليوشن على حسب طبيعة جهازك، لو كويس يبقى 120 او 150، لو متوسط يبقى 100، اقل حاجة خالص 72، ما يقلش عن كده علشان التصميم ما يبكسلش منك. وبدون كلام كتير يلا نعمل كرييت. وده التصميم بتاعنا. اول حاجة هنبدأ نروح للعناصر بتاعتنا، هنيجي على اول حاجة نجيب التصميم الارضية زي ما انا شايف قدامي كده. هنبدأ في البداية زي ما اتعودنا، هنبدأ نرص التصميم، وبعد كده هنركب التصميم وندمجه مع بعض بالألوان. هتلاحظ ان دي الصورة الأساسية، انا شلت منها السما سريعا علشان ما تعطلش نفسك، وهسيب لك الصورة الأساسية على طول. والصور برضو الجبل دوت هنجيله كمان شوية. شلت انا الجبل اللي ورا ده، انا عايز الجبل بس اللي قدامي ده، شلته زي ما انت شايف وسايبه لك صورة PNG على طول علشان ما تعطلش نفسك. لو انت عايز تعملها انت هي سهلة جدا طبعا. هنيجي هنا على طول ده صورة الجبل بتاعنا، بالشيفت كده هنكبر وهنحطه في تلت الصورة تقريبا. وبعد كده هنظبط على حسب المشهد اللي احنا عايزين نكونه. تعال نجيبها بالشكل ده وندوس كنترول تي. تعال نخليها فليب هوريزونتال عشان محتاجينها الناحية التانية. انا محتاجها تكون مكان الطريق هنا كده تقريبا، والعنصر بتاعنا هيبقى بدايته من هنا. طيب سريعا هنروح نجيب السما بتاعتنا. زي اللي متابع معايا وعارف احنا بنحط التصميم، بنحط جميع المكونات في مكانها، وبعد كده بنظبط الالوان ونعمل دمج لجميع العناصر واحدة واحدة زي ما انت شايف. طيب انا عملت الثلاث عناصر، الارضية ثم الجبل او المشهد البعيد والسما. تعال نظبط المشهد بتاعنا ونظبط الثلاثة مع بعض قبل ما نجيب العنصر الاساسي بتاعنا. طيب هبدأ اعمل ايه علشان املأ الصورة الفراغ ده؟ ببساطة خالص هاجي هنا على الصورة دي واخد منها كنترول جي وكنترول تي بالفي، وابدأ احركها شوية كده، بس هخليها تحت العنصر الاساسي، فهي نزلت تحت بالشكل ده زي ما انت شايف كده. طيب هبدأ اظبط الصورة زي ما انت شايف كده ونكبر كده تقريبا الصورتين مشيوا مع بعض. احنا بنظبط بس حدود الارض من هنا كده تمشي مع بعض بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طيب لو جيت تبص هتلاقي فيه هنا فاصل، شبه فاصل شوية. هنيجي هنا نعمل نيو لاير، هنخلي اللاير هنا فوق، وهنقف على اللاير وليكن ماشي اللي على اليمين هنا، وابدا اخد منها نسخة. هندوس الت واخد كليك شمال كده، انا خدت نسخة من المنطقة دي. هروح بقى على اللاير التانية اللي انا هعمل عليها وابدا امشي بالشكل ده. طب سوري، نرجع كنترول زد، احنا دخلنا هنا في الارضيه. هروح هنا على اللاير تاني واخد النسخه من فوق شويه علشان ابعد عن الارضيه، وبعدين اروح على اللاير وابدا امشي من هنا كده زي ما انت شايف كده. نعمنا الجزء ده شويه كده، احنا نعمنا الفاصل لحد ما ما بقتش باينه. طب كده احنا ظبطنا الثلاث حاجات. طبعا اللي هيشوف فاصل هنا هيلاقي لا في هنا اشجار شويه، وكده هنعمها
كمان شويه في التصميم. طيب هبدا هنا بعد كده زي ما احنا شايفين هتلاقي في الالوان كده احنا ظبطنا الريسبكتيف او المشهد بتاعنا بتاع الطبيعه، الارض مع السماء مع الجبل. المرحله اللي انا عايز اعملها دلوقتي هو تظبيط الالوان او تقارب الالوان مع بعض. لو بصينا على السماء هنلاقي غالب عليها اللون البرتقاني شويه او الغيوم، والجبل اللون الاصفر الغامق شويه، وطبعا في خضار في الزرع. طيب هاجي هنا على اللون او هاجي هنا على الارضيه، تعال ندغم، هنعمل ادغام او نعمل دمج للاتنين دول مع بعض بالطريقه اللي انت شايفها دي مع اللاير كمان اللي فوق بالمره، يبقى كده اللاير كلها على بعض. هاجي هنا ببساطه اعمل كنترول اتش على اللاير دي، او هاجي هنا بالهيو ساتوريشن واخليها اعمل عليها كليب ماسك. هتيجي هنا ما بين التو لاير اللي مش عارف، وهتدوس الت هيظهر لك السهم ده، تدوس كليك يمين كده، اي حاجه هنعملها هنا هتطبق على اللاير دي فقط، وهتروح على اللاير دي وهتعمل ايه، هتيجي هنا على السلكتيف كولر ده وهتختار اللون الاخضر وتخليه لون لحد ما اصفر شويه، اصفر كده، واقلل الاوباستي بتاعته شويه كده. اللون الزرع يعني قلب شويه بقى عامل زي الجبل بقى كده، كويس كويس قوي. وهتيجي هنا على الماسك، هتيجي هنا على الماسك هتعمل ايه، هتيجي هنا بالبي باللون الاسود وهتبدا تمسح الجزء ده من الطريق. انا مش عايز الطريق يكون لون مصفر، مش عايزه يكون اللون البني ده، لا انا عايزه يبقى اللون بتاعه الاساسي الى حد ما. فبتجيب الماسك هنا وتقف على الماسك وتبدا تمسح التاثير اللي انت عملته اللي خلى الزرع باللون ده. طيب بالشكل ده كده، ده كده قبل وده بعد، كده بقى حصل دمج ما بين الاتنين دول. طيب بعد كده هروح على السما وهعمل هنا برضو هيو اند ساتوريشن، واروح على اللاير تاني هعمل كليب ماسك على الباك جراوند فقط، واجي هنا بالبروبرتيز كل اللي انا هعمله هقلل الساتوريشن بس شويه عشان اللون البرتقاني ده يبقى تمام كده. كل لو انت شايف التلاته لاير هتلاقي التلاته مدموجين كويس جدا مع بعض، مفيش مشكله، وكله كده جاهز للعنصر الاساسي ان انا ابدا احط العنصر وابدا اكون المشهد بتاعي. طيب العنصر هنا خلينا اطلعه فوق خالص، وبعد كده هبدا اجي احطه هنا في المشهد بتاعه وابدا اكبر اصغر شويه. طيب انا عايز احطه بالطريقه دي كده. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اول حاجه خلينا نعمل مصدر للضوء علشان نبدا نعمل كل عنصر هنحطه هنعمل له الضوء بتاعه وهنعمل له الظل، ونمشي كده واحده واحده زي ما احنا متفقين. طيب هاجي هنا اعمل نيو لاير واجي هنا باللون الاصفر وبالبرش وازود الاوباستي وازود الفلو وابدا اعمل ادوس هنا كده. بعد كده هعمل نيو لاير تانية واخلي اللون الاصفر ده افتحه شويه وابدا ادوس هنا واجيب نيو لاير تالتة واخلي اللون ده داخل على الابيض شويه، ولكن ازود الاوباستي وازود الفلو بالشكل ده كده، واجيب التلاتة لاير دول مع بعض واعمل كنترول اي، يبقى دي كده شبه الشمس بتاعتي اللي انا هبدا احطها هنا كده، دي بقى مصدر الاضاءه بتاعي. وهعمل اجي هنا على البلندنج مود بتاعتها واخليها سكرين زي ما انت شايف ده، وممكن اكبرها شويه كمان كده، عملت لي مصدر للضوء. ايه فايده اللي انا عملته؟ ان مصدر الضوء اي حاجه هحطها بعد كده هتبدا تعمل ظل الناحيه التانيه. طيب ابدا اجي على العنصر بتاعي بقى، ابدا اعمل له الظل بتاعه وكل حاجه. تعال نعمل الظل اللي هو التلامس اللي تحت. اعمل هنا نيو لاير تحت العنصر بتاعي، وابدا انا اجي بالبرش واخلي ادوس كليك يمين واخلي الفرشه هنا مبططه شويه، تمام. ابدا اقلل الاوباستي خالص واقلل الفلو خالص. هقول لك بقى نعمل ازاي او ازاي بيتعمل الظل. انا عملت كام طريقه قبل كده، خلينا نعمل هنا طريقه تانية اهوت. طيب خلينا نزود شويه 50 و70 بالشكل ده كده. طيب بعد كده هعمل نيو لاير تانية واصغر الفرشه شويه وازود الاوباستي شويه وازود الفلو 90% ولا حاجه،
وابدا اعمل واحده كده تاني. طيب ابدا اخر واحده بس كده، وابدا ازود الاوباستي خالص وازود الفلو خالص، وابدا هنا ارسم واحده كده، واجي هنا بالتلاته واعملهم كنترول اي واقلل الاوباستي بتاعتهم شويه، كنترول تي، وابدا اطلعها فوق شويه كده علشان يبقوا ملامسين للازازه. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ اجي هنا الازازه عايز اعمل ظل في قاعده الازازه. هنا انا عملت الظل اللي هو تحت الزجاجه، عايز ابدا اضلم او اظلل الجزء اللي هو تحت ده شويه. هعمل هنا نيو لاير واخليها بقى فوق الزجاجه المره دي، واجي هنا بالسوفت راوند تاني، وابدا اعمل ايه؟ ابدا امشي كده على اطراف الزجاجه زي ما انت شايف كده. وزي ما اتعودنا انا عايز الظل ده يبقى موجود على الازازه فقط، اجي هنا الت واعمل هنا كليب. بعد كده ابدا اقلل الاوباستي شويه ونخلي هنا مالت بلاي، وابدا اقلل الاوباستي شويه زي ما انت شايف كده، والفيل اقلله سنه. طيب ايه اللي انت اكتسبته بقى او اللي انت شفته؟ ممكن نقلل الاوباستي شويه عشان برضو احنا في الضوء، يعني انا كده برضو هو في الضوء. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ اجي هنا في المفروض هنا في قلنا اضاءه، ففي ظل مرمي على الارض هنا. هعمل هنا اجي هنا على الزجاجه واعمل هنا كنترول جي كنترول تي، وادوس بكنترول وعلى السهم ده وابدا اسحب الازازه على الارض بالشكل ده. بعد كده هاجي هنا كنت اعمل هنا هيو اند ساتوريشن على طول فوقيها، واعمل هنا الت، هو عمل كليب ماسك لوحده على الازازه دي، واجي هنا على البروبرتيز اخلي اللايتنس صفر. تمام كده. بعد كده هتيجي هنا على الازازه اللي هي الظل اللي هو بقى ظل، واجي هنا على فلتر نعمل هنا جاسيان بلور ونزود البلور علشان يبقى الظل ده ناعم مش خشن زي ما انت شايف كده. تمام حلو قوي كده. واجي هنا اقلل الاوباستي بتاع اللاير نفسها والفل. طيب ممكن نعمل ايه كمان علشان يبقى الموضوع واقعي اكتر؟ انا مش هسيبك بقى كده، اللاير برضو احنا عايزينه ايه؟ واقعي. فخلينا هنا نعمل ماسك، ونيجي هنا بالماسك نيجي هنا بالجريدينت تول ونختار هنا البيزك، نختار اللي في النص ده علشان يبقى اسود لشفاف، يبقى هنا كده اسود لشفاف، وندوس اوكي، وتبدا تيجي تسحب كده، خليها قليله شويه بالشكل ده كده. احنا عملنا ايه؟ معروف طبعا ان الظل بيكون قريب من السطح اللي هو مرمي الظل عشانه بيكون غامق، وكل ما يروح بيكون افتح او بيكون اخف، فكده الشكل بتاعه كويس جدا. ممكن نرجع بس يبقى ايه، يبقى سنه صغيره بس ما يبقاش بالشكل ده كده. كويس كده، حلو قوي. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ طبعا المفروض الصوره هنا في اضاءه في الجزء اللي على اليمين ده، فالجزء اللي على اليمين ده المفروض يكون فيه اضاءه قويه، والجزء اللي على الشمال يكون مظلم الى حد ما. هنيجي هنا نعمل نيو لاير عام، ونيجي هنا بالجريدينت تول ونبدا ناخد واحده كده واحنا دايسين شيفت عشان يبقى هوريزونتال، ونيجي كنترول تي ونبدا نسحبها كده شويه، هيبقى الجزء الشمال ده مظلم من الصوره زي ما انت شايف كده، وده ايحاء كويس جدا. بعد كده هنروح لعنصر الزبادو ده نفسه، هنبدا نرسم الاضاءه عليه. انا المفروض جاي لي اضاءه صفراء من على اليمين، فالجزء اللي على اليمين ده المفروض يكون فيه اصفر حبتين ويبقى مضيء، والجزء اللي على الشمال ده المفروض فيه ضلمه او مش واصل له اضاءه بشكل كويس، فالمفروض الجزء ده يكون مظلم. طيب هبدا اجي اعمل ايه؟ هاجي هنا نبدا نرسم الجزء المظلم شويه. طب هبدا اجي اعمل ايه؟ اول حاجه كده نيو لاير، واجي هنا بالبرش واكبر الفرشه واخلي الاوباستي ماشي 100 والفلو كمان 100، وابدا اجي ارسم كده من على الشمال زي ما انت شايف كده باللون الاسود، واعمل هنا كليب ماسك علشان يبقى جوه الازازه فقط. وبعد كده اقلل الاوباستي شويه، نخليها الاول بليندنج مود مالتيبلاي، ونقلل الاوباستي زي ما انت شايف كده، ونقلل الفيل شويه، وده النتيجه النهائيه زي ما انت شايف. لو احتاجنا نقللها بعد كده هنبقى نظبطها، وبعد كده نعمل نيو لاير تاني عشان نعمل جزء الاضاءه، ونيجي هنا نجيب اللون بتاع الشمس ونخلي اللون الاصفر اللي هو العسلي كده اللي هو بتاع الاضاءه، واجي اعمل ايه زي ما عملنا في اللاير الثانيه. هبدا اجي ارسم كده من على الحواف اللي هو اللسعه بتاعه الاضاءه، وبعد كده هاجي هنا نعمل سكرين او لايتن على حسب الاضاءه، ممكن نخليها ماشي سكرين، ونقلل الاوباستي برده شويه، ونقلل الفيل شويه، يبقى خد كده لسعه الاضاءه زي ما انت شايف. مش بس كده، هنيجي نعمل هنا واحده برايتنس كده وهنخليها برده كليب ماسك على كل ده، بنعمله على اللاير الاساسيه. طيب بالبرايتنس ده هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نعلي الاضاءه قوي، هقول لك دلوقتي نعمل بها ايه.
وبعدين نيجي هنا هنيجي على الماسك ده وهنعكس الماسك، هندوس شيفت اي سوري هندوس كنترول اي عشان نعكس الماسك كده، ما عملناش حاجه خالص. وبعد كده هنيجي بالبراش بقى واللون الابيض علشان ابدا ارسم. بعد كده هنيجي هنا بالبراش نبدا نمشي على حواف اللي على اليمين دي، فهتدي كده الاضاءه اللي انت شايفها دي، ويعتبر لسعه كده من لسعات الشمس، لونها كده فاقع اكتر او فيها اضاءه عشان تحاكي الطبيعه اكتر. هيكون هي حاجه لمسه بسيطه ولكن هتضيف كويس جدا للتصميم. بص يعني حاجه كده لمسه فعلا جماليه اكتر. تعال نشوف اللون الاصفر ده كده، اللون الاصفر ده برضو ضايف كده وحاجه حلوه جدا للديزاين. طيب طب بعد كده هنجيب هنا تقريبا كان معانا شجره او حاجه. تعالى هنا نبدا نكون او نكمل الكومبوزيشن بتاعنا. هنصغر كده الشجره وهنحط الشجره هنا كده، محتاجين نصغرها شويه، نقربها هنا كده شويه. ماشي، دوس انتر كده وخلينا نشوفها من بعيد. ماشي كده نبدأ نشوفها. طيب ما برضو الإضاءة هنعمل عليها الضوء والظل بتاعها، بس قبل ما نعمل كده خلينا هنعمل هنا كنترول يو بتاع عشان نخلي الساتوريشن، نقلل الساتوريشن بتاعها ونخليها مايلة إلى حد ما للون الأصفر علشان تبقى برضو بنفس الكونسبت كده يعني. طيب تعالى نعمل الظل بتاعها برضو بنيو لاير. هنيجي هنا تحت اللاير بتاعنا وهنيجي هنا بالبي نكبر الفرشة، كليك يمين نبطط الفرشة. بعد كده نيجي نخبط ايه واحدة هنا كده، كنترول تي نكبر شوية، انتر، ونبدأ نقلل الاوباستي شوية كده. عملنا ايه الظل للشجرة. بعد كده هنيجي هنا فوق الشجرة هنعمل هنا نيو لاير فوقيها وعملنا لها كليب ماسك. هنيجي هنا بالبي وهنظبط الفرشة تاني نعملها ساوند كراود ونبدأ ناخد اللون الأصفر اللي هو بتاع الضوء، وهنيجي هنا على أطراف الشجرة وهنعمل بالشكل ده وهنخليها برضو سكرين أو لايت، وهنقلل الأوباستي خالص أو بس يعني إيه طرف كده بس منها. ماشي، وبعد كده نعمل نيو لاير تاني وهنخلي اللون بتاعنا هنا أسود عشان نضلم الجزء ده لحد ما نخليه برضو مالتيبلاي. هي الفكرة كلها نفس الكونسبت على جميع العناصر. أي عنصر هتحطه في الرسمة لازم تخلطه مع الديزاين، لازم تخلطه مع الديزاين، لازم توحد الالوان وتشربه من الاضاءه ومن الظل اللي موجود. بعد كده معانا شويه البقر ده، هنجيب البقره ونيجي هنا نصغرها عادي جدا ونبدا نحطها هنا كده. طيب سريعا على طول هنيجي هنا تحت اللاير بتاعتنا برضو بالبي واللون الاسود هننيم الفرشه زي ما اتعودنا. هي الحوار الموضوع كله نفس الكونسبت. كنترول تي هو يا دوب مظبوط عليها جدا، انتر، نبعد كده شويه مش محتاجين نخففه كويس جدا. وعليها على طول هنعمل 2 لاير برضو نفس الموضوع، كليب ماسك بالبي. ماشي، نعمل الاسود الاول نظبط الفرشه كده تاني ونبدا نيجي نضلم الجزء اللي هو بعيد عن الشمس ده اللي هو الجزء المضلم البعيد عن الشمس بالشكل ده كده. ونيجي هنا برضو نديله مالتيبلاي. فين المالتيبلاي؟ ده المالتيبلاي. ونقلل الاوباستي خالص ونقلل الفيل برضو نفس الموضوع. هو ده التأثير اللي احنا عملناه. طبعا تأثير بيبقى بسيط ولكن بيبقى مؤثر جدا وبيدي طبعا لمسة للديزاين. هنيجي برضو نفس اللون الاصفر بتاعنا او العسلي اللي بنعمل له الاضاءة ونبدأ نمشي برضو على حواف الحيوان كده او البقرة من فوق خالص كده، وهنعملها برضو لايت او سكرين. خلينا نعملها ماشي لايت ونقلله بس شويه. مش لازم كل تأثير تشوفه بيكون واضح بعينيك، لا هي تبقى لمسات صغيره لكل حته او لكل مكان في الديزاين ولكن الديزاين كله بينطق مع بعضه. وهنيجي هنا ناخدها برضو ايه من بعيد كده طبعا بس عشان الدرس ما يدومش. دي برضو بعيدة فانا مش هعمل لها ولكن انت تعمل لها. ادي كل حاجة حقها في الديزاين، هيطلع لك الديزاين بشكل مبهر انت ما تتوقعوش خالص. ولكن طبعا علشان بس وقت الحلقة انا مش عايز اطول في الحاجات دي. طبعا انت فهمت الكونسبت، فهمت الكونسبت كامل. في هنا صخور احنا نسينا نعملها من الاول،
تعال نجيبها كده نحطها نملى الشكل الاساسي او الشكل الامامي بتاع الديزاين. خلينا نعمل فليب هوريزونتال ونكبر الموضوع شويه، شكل بس يملى الفراغ بتاع الجزء الاساسي او الجزء اللي هو في اول الصوره. فاضل بس التكست. هنيجي نعمل هنا التكست سريعا، هو بس عشان الحلقه طولت جدا، فانت حاول بقى، انا كده عملت معاك الحاجات الاساسيه، انت ظبط وعيش خيالك كده مع الموضوع من الطبيعه. تعال نجيبها هنا شويه، نخلي الفونت ماشي. انا اخترت الفونت ده، انا هسيب لك الفونت ده تحت برضو عشان لو مش معاك. ماشي انتر. طبعا خلينا نغير، ندي هنا كده اللون ده عشان يبقى برضو بقى معانا جزء من الالوان بتاع الديزاين نفسه. ماشي، اخد كنترول جي منها سريعا وهنزلها تحت، وبعد كده نكتب ايه زي ما انت شايف كده، وبعدين نعمل كنترول اي مع بعض وكنترول تي ونحركها كده لفوق شويه بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده ممكن نعمل شويه زخرفه كده، ممكن نيجي نعمل هنا نيو لاير. طبعا انت وخيالك انت. بص انت كده الديزاين خلص، لو محتاج تقفل الحلقه خلاص اشوفك الحلقه الجايه. لو فاضل بس معاك الحاجه دي خلاص نظبطها، هي جميله، هتبقى حاجه جميله وكده. هتجيب البين تول، هنبدا نعمل زخرفه هنا كده وتخليها شيب. عملنا كده حاجه بالشكل ده، ونيجي هنا على الستروك نخلي الستروك 0 ونخلي اللون ممكن نخليه اللون الاسود. ماشي، ونعمل هنا كنترول جي كنترول تي كليك يمين فليب هوريزونتال وناخد واحدة هنا كده. ده الشكل اللي احنا عملناه، وتاخد الاتنين كنترول جي. خلينا نشوفك في حلقه جديده. لو الحلقه دي عجبتك يا ريت تعملها لايك وتشجعنا وتشترك في القناه عشان تنزل لك جميع الحلقات القادمه. وما تنساش تتفرج على كل حلقه في السلسله، في سلسله اسمها تصميمات السوشيال ميديا وتصميمات الدمج. معلش طولت عليكم في الحلقه ولكن كانت حلقه مهمه جدا. قول لي رايك يهمني جدا في الحلقه دي، واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.